هي وصلت لكده، هي وصلت لكده. دايرة مقفولة، اللي بيطوب يحط على التاني فيها بيحط. ليه التجار بتعمل كده؟ بتستغلوا الوضع ليه؟ ايه اللي هيعود عليكم في الاول وفي الاخر؟ مهما عملت ومهما كونت من ثروة هتسيبها وتندفن لما روحك تطلع. يبقى ليه؟ ايه اللي هيعود عليك؟ هذا الفيديو برعاية متجر سيزر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. رجعت لكم تاني وعايز اقول لكم ان بعض الناس لما يكون في ايديها امر بتتن مصرة على ان هي تبص للكوباية الفاضي مش المليان، ولا عمرها بتبص لقدام. عشان كده خلاص انا ابتديت ونزلت الساحة وحابة معاكم كل يوم. التجار خلال ايام قليلة سيزر هينزل هو وشركاته بالمتجر بتاعه في المجال اللي هم قرروا يشتغلوا فيه بمنتجاتهم، وهيحطوا على اي حد. اي حد خيالك ممكن يروح لفين؟ 50,000 جنيه سحب في السنة، 100,000 جنيه سحب في السنة، 200,000 جنيه سحب في السنة، 300,000، مليون، 1.5 مليون، 2 مليون جنيه جوائز من برنامج واحد بس. برنامج مكافآت واحد بس على عدد افراد قليل جدا. هتكون دي ارباح برنامج مكافآت واحد بس. هننزل الساحة، هنحط على التجار وهنعمل جوائز طول السنة في ايديكم انتم. تخلوا الجوائز دي كل ساعة وكل دقيقة، مفضلش غير ايام قليلة. والصعوبات اللي كانت بتوقفنا وبتواجهنا ردمنا عليها. يعني ايه الناس تعمل كده وتعمل استغلال غبي بالطريقة دي؟ انتم يعني بتستغلوا الوضع. عينيا انتوا حابين تدفعوا غرامات ويتحط عليكم براحتكم. كده كل ما تعمل غلط، كده كل ما تعمل غلط في حاجة اسمها ربنا. في حاجة اسمها ربنا. خلال ايام قليلة هننزل باذن الله بمتجر سيزر وهنحط على اي حد، لان شعار المرحلة اللي جاية ايه هو يا خليفة؟ على فكرة نسيت اقول لكم، خليفة موجود ورا الكاميرا. قول يا خليفة ايه هو شعار المرحلة اللي جاية؟ سيزر اللي علم عليا. وده شعار بس هيبقى برنامج في نفس الوقت. هيبقى برنامج على القناة اسمه ايه يا خليفة؟ سيزر اللي علم عليا. مينفعش اقول، انا اللي هنفذ. انتوا بقى اللي هتقولوا الجملة دي، وبأي طريقة اي حد هيتعلم عليه يا هيتعلم عليه. انتوا اختاروا بقى. حبايب قلب سيزر، استنونا بكرة مع بعض. حابة معاكم كل يوم. وما تنسوش ان نص ارباح القناة دي لجمهور القناة، وهكلمكم في الموضوع ده. هيكون الفيديو اللي جاي عشان احنا بنستخدم اليوتيوب غلط. سلام. كان معكم سيزر مصر.